السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى كشطشة دي ولا ايه؟ احلى برجر معايا هتعملوه النهاردة بطريقة سهلة جدا، احلى من المطاعم، احلى بقى من المطاعم اللي احنا عاملين لها مقاطعة والكلام ده كله. اعملي معايا البرجر البيتي بطريقة سهلة جدا. من نص كيلو هتعملي 15 قطعة برجر كبير زي ما انتوا شايفينها كده، مالية السندوتش ما شاء الله. وهتبدأي بقى تحبشيه بالتحابيش بتاعتك، طماطم، خيارك، خيار المخلل، البصل، الكاتشب، وتعملي احلى سندوتشات لاولادك. تاكلي منها وما تنسيش تدعيلي وتقوليلي رأيك في الكومنتات ايه. هنبدأ مع بعض نعمل الطريقة. وبطاطس محمرة بقى الجميلة دي، تعالوا معايا هقول لكم بقى طريقة البرجر البيتي ايه. اول حاجة كوباية فول صويا، نص كيلو لحمة مفرومة، طبعا من نوع كويس. عندي هنا كاتشب مدخن او كاتشب عادي، بس انا بحب الكاتشب المدخن. هنا جبنة الشيدر. دي المكونات بتاعه البرجر البيتي بجد، يعني مفيش احلى من كده. هنا حطينا كوباية الفول الصويا عليها نص كوباية مية سخنة. مش هقولك ان اعيو نص ساعة وارجعي، لا احنا هنعمل كله حصري مع بعض دلوقتي. انا ضربته كده، نعم. هنبدأ نحط عليه المكونات بقى، بصل بودر، توم بودر، ملح، فلفل اسود، الكاتشب اللي احنا قلنا عليه المدخن. وطبعا لو عندك لبن، معلقة لبن بودر بتعمل تيست عالي جدا في البرجر، هي والجبنة الصفر اللي هي الشيدر. هنبدأ نخلطهم كلهم مع بعض. ونبدأ ننزل بيها بقى ونخلط، وندمجها كده مع اللحمة المفرومة بتاعتنا. زي ما انا قلت لكم، نوع كويس من اللحمة المفرومة، مش اللحمة اللي هي تبقى 3/4 دهون والربع لحمة، لا احنا عايزين العكس، يعني 3/4 لحمة والربع دهون، اللي هي بتسميها عند راجل مميزة. هنبدأ نضربها في الكبة بقى، نرجع نضربها في الكبة تاني. لو انت طبعا كبتك اكبر هتضربيهم كلهم في لحظة واحدة. انت ممكن تضربيهم بايدك، بس انا عشان خاطر عايزة اخلص وعايزاها تبقى لزجة كده، تبقى يعني العجينة زي ما انتم شايفين كده هو مسكت في بعض، عشان تبقى كويسة معاكي ما تفكش منك على النار. هخلص كل ده ونبدأ بقى نعمل ايه. هتجيبي غطا برطمان عادي، الحجم بقى اللي انت عايزاه، ده حجم وسط. هنبدأ نعمل كده، هناخد قطعة كده زي البرتقانة، ونبدأ نحطها في الغطا ونضغط عليها بالكيس. وده التشكيل بتاعي للآخر. في ناس عندهم الكبسة بتاعة البرجر هتبقى سهلة معاهم جدا طبعا، بس ده طبعا للي ما عندهوش. هنبدأ نعمل كل الكمية دي. طبعا هنحط ما بين طبقة، كل طبقة وطبقة، كيس اللي هو كيس التجفيف او كيس التلاجة. طبعا انت لو هتخزنيها في الطبقة اللي هي البلاستيك دي، وتبدأي اللي انت تقفلي عليها وتحكميها عشان ما تشربش التلج في التلاجة، يعني تتجمد، ما تبقاش كلها ايه فيها تلج، تتحكم كده بحاجة مغلقة. انا هنا خلصت الطبقة الاولانية، هحط الكيس من فوقيها وهنبدأ نعمل الطبقة التانية. انا زي ما قلت لكم نص كيلو عمل معايا 15 قطعة من البرجر اهو، زي ما انتم شايفين لونها وجمالها وحلاوتها. مش قادرة اقول لكم الطعم كمان. ده اللي عايز يفتح مشروع يا جماعة يعمل الطريقة دي. بجد انا نفسي افتح مشروع وقف بيه بتاع برجر من طعامة البرجر اللي انا بعمله. مش عايزة تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنا خلصنا البرجر وحطيناه في الفريزر 4 ساعات. نبدأ بقى نطلعه ونبدأ بقى نعمل سندوتشاتنا. هنعمل على الجريل زي ما عملت لكم في اول الفيديو، هتعملوها على الجريل وترجعوا بقى تعبوا سندوتشاتكم وتأكلوا اولادكم بالصحة والهنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بالدعم واللايك والاشتراك. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.